عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله يا ربي نعد عليكم بالخير، ان شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية والعربية الكل. دونك اليوم حبيت نبدا معاكم، نعطيكم بلوتو دبارة الوصفة من وصفات رمضان، وباش نعمل معاكم يعني فكرة متاع طاولة كاملة متاع رمضان. كما قاعدين تراو اليوم البلان تاعنا يتراوح ما بين الشوربه والبريك اللي هما حاجه عاده الله لا يقطع لنا عاده. دونك الشوربه عملتها بالكروفيت، البريك بالكروفيت زاده، عملت مقرونه صلصه بالصفن، وعملت دونك خبز رمضان الفاوح. لهنا نبدا معكم الوصفه. اول ما بديت بالصوص تاع المقرونه، قلت خليني نركبها هي والشوربه ونحطهم على اشتراكي بوفاقلهم، ومن بعد نتلهي بالباقي. هنا خديت 3 مغارف طماطم، عليهم مغرفه صغيره هريسه عربي، عليهم مغرفه صغيره فلفل زينه، عليهم شويه ثوم شويه رند. خليتهم يتقلاو شويه خاطرني انا ما نطيبش بزيت زيتونه وقت اللي نجي نطيب حاجه بالفرويد مير. هنا يتقلاو شويه كيما تراو، والريحه نتاعهم تاع التقليه نتاع الثوم مع الطماطم مع الرند بالحق روعه. وبعد راو في الاخر وقت اللي تجي تطفي، وقت اللي تجي تحط الحوت، نجم تزيد شويه ثوم بالكمونه. دونك هنا مرقت بالطبيعه نمرقو بماء سخون على الاخر، ونخليو الصوص نتاعي يطيب خاطرني انا عملتها صوص كذابه، ومن بعد باش نحط فيها الحوت. لهنا نجيو نفوحوا الشوربه اللي هو الطبق الاولاني نفتتحوا به. دونك شقا الفطر نتاعنا. هنا خديت مغرفه ونص طماطم، عليهم مغرفه صغيره هريسه عربي، مغرفه صغيره فلفل زينه كما قاعدين تراو، وشويه زيت، وخليتهم على النار. زدت عليهم شويه ثوم، زدت عليهم شويه كرويه. دونك ومن بعد خليتها في عقلها تتقلى شويه، وباش نزيد عليها الشوربه. عملت كيس ونص شوربه، تنوريكم شويه اخرى. دونك الكيس اللي قست بيه كيفاه، كيس عادي هو كيس عباره كيس متاع معناتها كيس نورمال قطوش باهي ليسونسيال. دونك خليتهم يتقليو مع بعضهم، وكا وريته لكم ديجا الكبر نتاع الكيس قديه. دونك خليتهم يتقليو مع بعضهم، ومن بعد باش نمرق بيان سور هذا الكل باش نمرقوا بالماء سخون يغلي باش بالعاني الشوربه. اول حاجه كيما قلت لكم الطماطم ما تجيكمش قارصه، خاطر ديما يسالوا على الطماطم، و ميم طون يجيكم الشوربه نتاعكم تغلي في ماءها في حقها وتهبط طايبه على الاخر. بقى لي في الاخر بعد ما مرقت باش نحط الكرافس والمعدنوس والحمص. انا راني قبل كل رمضان ناخذ الكرافس والمعدنوس نقصهم ونقسمهم في حكيكات صغيرين، ونجبد الكونتيتي اللي حاجتي بها شاك جور باش بالعاني ما نقعدش نتخسر في اخر لحظه. وفي هاني ما زلت ما طيبتش، وفي هاني باش نبقى نقص ونصفي وننقي ذاك الكل لا. دونك حطيت الحمص على روحه، حطيت الكرافس والمعدنوس. واذا كان عندك الحمص اللي يبدا مصبر في الحكوك بالنسبه للي عايشين برا، دونك هاكا ترميه في الاخر مش من الاول. احنا راو خاطر حمصنا يتنفخ عادي نتاعنا الديري. دونك هنا مشيت خليت الشوربه والصوص تاع المقرونه في راحتهم، ومشيت نعمل نقشر في الكروفيت. لهنا باش نقول لكم الكروفيت حبيت نوريكم كيفاش تقشر، وراهو جوست عندي فيديو واحد اخر وريته لكم بار ديتاي. هنا خاطر كان باش نخليها طويله نلقى الفيديو بالحق يفوت لي ساعه ونص. دونك هاوكا قدامكم نحي لها القشور نتاعها، ونحي اكل خيط الكحل اللي في الظهر. وراهو نقول لكم بالنسبه اللي يمشي يقضي ويقشروا له البياع على برا كيما اللي في المارشي سنترال، راهم ما ينحيو لهمش اكل خيط الكحل ولا الخيط الترانسبارون يكون موجود في السلسول نتاع فاتي ما عندهاش سلسول مي في الظهر نتاع الكروفيت. دونك هاكا انت وسع بالك وحاجه الدار علاش ديما خير، خاطرك انت تنظف على قاعده. هنا عندي طريف صفن هاكا وريته لكم انا ديجا كشتو من عند الحوات، هو مقسمهولي دونك جوست انا باش نقصه وكهو. بالنسبه للظهر نتاعو معناتها راهو فيه جلده يبسه شويه، ذاك لازمك تتقوى شويه على السكينه باش الترانش تنحالك كامله. وهنا نظفت البارتي اللي ما حاشيش بها نحيتها، وخليت الحوت متاعي باش نحطه في الاخر وقت اللي المقرونه الصوص نتاعها تقر زيتها وتطيب على الاخر نتاع 5 دقائق ماكسيموم، ونطفي عليها خاطر هي ديجا راهي باش تكمل تطيب في الصوص، وانتي مطفي النار باش تشب الحراره نتاع الصوص. هنا وانا باش نحط الحوت نحط شويه كمون شويه فلفل اكحل، كي نحب شويه ثوم اذا كان ما عملتش برشا من الاول، ونحط الواحد نتاعي الحوت نتاعي ونخليهم 5 دقائق، ومن بعد ما نحطهم 5 دقائق نخليهم يطيبوا في راحتهم في وسط الصوص اللي انا ديجا باش نكون مطفي عليها.
هنا باش نمشي للخبز نتاعي. عملت كيلة سميد أرطب، ما فما سميد أرطب، وكيلة فرينة. عملت مغرفة سكر في شوية ماء دافي، ومعاها شوية ساشي متاع فرينة متاعنا، متاع خميرة سامحوني، متاعنا اللي فيها 10 جرامات. هنا كان باش نخلي لكم الريسيت متاع الخبز كلها، راهو باش يقعد الفيديو بالحق طويل طويل، هذاك عليه باش نحاول نهبطها وحدة في فيديو لاحق من بعد ان شاء الله. اللي هنا دونك الريسيت متاع الخبز تلقاها كما قلت لكم في فيديو واحد اخر. وخليت الخبز نتاعي يخمر لي لهنا قرابه السويعه، ومن بعد قربته انا للغاز باش بالعاني يربح من سخانه الغاز شويه. ومشيت انا الشربه نتاعي نلقاها سايد بريسك طابت، حطيت لها الكروفيت وخليتها تكمل طيب الكروفيت في وسطها وكهو. نسيت الملح انا من الاول ما قلت لكمش عليه، هذاك علاش زدته من بعد. وطاويكا هاو زدت طاويكا ريتونيا باهي، وحطيت فيها شويه كمون باهي. وطاويكا باش نمشي نقلي الكفتاجي نتاعي. خديت كعبتين بطاطا، ترونش تاع قرع قصيته، قرع احمر قصيته مرسوات، 3 كعبات طماطم و4 قرون فلفل قصيتهم على 2. شوفوا الكونتيتي هذيا ما تبان لكم شويه، شوفوا قداش باش تخرج لي ما شاء الله. معاهم كعبتين عظم باهي. دونك قليت الخضره هذه الكل في بعضها. لهنا جيت نتفقد نلقى ديجا الشربه نتاعي حاضره والكروفيت نتاعي طابت، دونك طفيت عليها معناتها الصوص ديجا طفيت عليها وخليتهم على الشيره. مشيت قليت القرع الاحمر اوكي. وباش نكمل نقلي بقية الخضرة في راحتي، والخبزة قاعدة تخمر على راحتها. دونك كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا جيم، تحطوا لي كومنتير على اي حاجة استصعبتوها والا تحبوا تسألوني عليها. وكانكم ماكمش من العائلة متاع كويزينتي التونسية هاكا ابونيو رواحكم باش يوصلكم جديدنا. وكويزينتي التونسية تكتبوها في اليوتيوب ولا عنا انستغرام وعنا تيك توك، دونك كلهم ان شاء الله موجودين، وفيسبوك بيان سور. هنا دونك انا البنه نتاع الكفتاجي نتاعي نحب نسطرو بيدي زوز سكاكن كالعاده، مش نقصو قصا ونخلطو كيما برشا عباد. دونك خلط الخضره هذيك الكل اللي انا ديجا قليتها، سقطرتها من زيتها، حطيتها في صحفه، حطيت عليها شويه مغرفه زيت زيتونه باش تبننها، شويه تبلو كرويه وشويه ملح وكها، ونخلطها في بعضها ونحطوهم بعد في طبق التزيين تنشوفوها. ولو عندي فيديو واحد اخر كفتاجي تونسي نحط لكم اللينك نتاعو تحت الفيديو باش تشوفوه اذا كان نتوما استصعبتوا اي حاجه به. لهنا السلطه مشويه، دونك خديت شويه فلفل عليه كعبتين طماطم، هاكم تراو 3 كعبات طماطم وعليهم سنتين ثوم، هاكم تراو ما شاء الله. شويتهم عادي قشرتهم خلطتهم. انا الفلفل راهو مشوي من قبل، ماخذه كونتيتي نتاع فلفل حطيتها في الكونجيلاتور مشوي، اما الطماطم والثوم نشويهم بالوقت ونخلطهم بالوقت. اللي هنا كيما تراو العجينه نتاعي ما شاء الله ضاعف الحجم نتاعها وخمرت، دونك معناتها لاباس عليها تنجم تخدمني تويكا ونبدا على روحي. دونك دهنت شويه زيت على البلون دو طرافاي نتاعي باش معناتها العجينه تكون ماخذه راحتها كي باش نقلبها. قسمتها المرسوات، شوفوا الكونتيتي هذيك قداش طيحت لي من خبزه بسم الله ما شاء الله. هنا كعبرتهم الكل وخليتهم يخمروا، ومن بعد بلوتو مش يخمروا، خليتهم على شيره يرتاحوا. ومن بعد جيت عملت لي موديل هذا نتاع الخبز كالعاده في الفيديو تلقاو معناتها لي ديتاي، والسكينه ولا موس ماضي ولا حاجه باش تشرحوا بها لي باغيت نتاعكم باش تجيكم عباره باغيت شارينها من الحانوت. يعني نخليوها تزيد تخمر نورمالمون نص ساعه، ومن بعد نحطها في الفور بطبيعه قبل ذلك باش ندهنها بشويه حليب ونحط عليها شويه فاح الخبز ونخليها نصيف ساعه باش تضعف حجمها ونحطها في الفور. سوف كو ان الحقيقه بتاع ربي معناتها روتار في الوقت، دونك ديكو قديتها هكايا انا ديجا وانا نعمل فيها في بالزينه وبالحليب حاطه الفور يسخن، دونك مشيت حطيتها في الفور وخليتها تسخن، خليت الفور يسخن ومن بعد ديكو كملت حطيتها تيب بالوقت، ومع ذلك جاتني طريه على الاخر وبنينه على الاخر، عباره شارينها معناتها من عند الكوشه في رمضان، وريحه الخبز كي تفوح ماكم تعرفوها دار الكل تولي بها. دونك هذايا هو الطريقه نتاعو كيفاش خليه يخمر قبل ما تحط في الفور باش يزيد يجيك يضاعف حجمه ويجيك ابن وخير برشا. دونك هكا هاو كملنا الخبيزات نتاعنا باش نحطوها في الفور، وهاكم معايا شوفوني شنو باش نعمل في المرحله القادمه.
هذا البلاتو الثاني. هاكم تراوني عملت خبزة زفيرة وعملت الطابونة وعملت الخبزة المدورة هذيك. دونك هذا ما دي ديتاي معناتها زينة أخرى مختلفة تنجموا أنتم تعملوها. مشيت نحضر في الطاولة متاعي لهنا قريب يجي المغرب. دونك ان شاء الله يا ربي يجعله كما قلت رمضان مبروك، وان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة والخير والرزق والفرحة للناس الكل. وديما رمضان كيف يجي نفرحوا بيه على خاطر ربي سبحانه يخلق الكل واحد فينا من كل ضيق مخرجة. معناتها بالحق تكون تخمم في حاجة وربي فرجها عليك سبحانه. ان شاء الله يا ربي يعطي الناس كل على قد قلوبها، ويا ربي تجعل الديار الكلها عامرة بخيرها وخميرها. هنا شربتي دونك حضرت بعد ما حضرت طاولتي جيت عبيت معناتها لي بلا متاعي. الشوربه حتى في السوبير متاعها. هنا العظمه متاع البريكه هي اللي باش نفوحها بالفاح اللي هو تبلو كرويه بلوتو الفلفل الكحل والملح دونك كما قلت قبيله. وما كثروش من الكروفيت على خاطر كما قلت لكم الكعبه تولي ياسر معناتها كبيره وما نجمش حتى واحد باش ياكلها. اللي هنا الخبيزات نتاعي هاكم تراو فيهم بسم الله ما شاء الله. اللون نتاعهم اصفر فاتح، ما حبيتش نكثر كركم كما شفتوا العجينه قبيله. طيبين في حقهم طريين محليهم. هنا البريك نتاعي كيف كيف الكفتاجي نتاعي. هنا سلايطه خضراء دونك قصيت معها جبن وزيتون اخضر والكل. هنا المقرونه نتاعي. هنا الشوربه دونك ما شاء الله شويه بسيسه باش نبداو بهم وشويه كعبات تمر. الحقيقه ما كفانيش الوقت باش نزينهم، ان شاء الله في حصه قادمه. دونك هنا كملت حطيت الفطور نتاعي. وان شاء الله يا رب يجعله رزق وخير وبركه للناس الكل. كل واحد شويه شويه تتعمر راهو الطاوله. صدقوني واحد يبدا يطيب ساعات واشترط برا ماهيش في راسه بعد تجي معناها والكل. وفما اللي يضمن اموره بالمسبق. ما انا الحقيقه رمضان حتى كي نبرمج حاجه راهو ديما فماك الشهوه نتاع دقيقه 90 لازمها تنزيد. لهنا دونك كيما حبيت نوريكم قبيله الخبز كيفاش تري وكل شيء معناتها بالحق مع الشوربه جابنين على الاخر. حتى ذاقت منه جارتنا قالت لي محليه معناتها كليت منه انا وبنتي وكنتي قلت لي ما شاء الله طري على الاخر ويشهي. قلت لها المره جايه نقرا لك بحسابك. بين هنا في الديسير خذينا شويه كعبه فريز، عملنا جو دو فريز نورمال. حطيت معهم غرفه زهر باش تحيي المطعم وكل شيء، وشويه سكر. وحطيته كونسيستون شويه معناتها عاقد شويه كيف ما نقولوا. يعني كعيبات زلابيه ومخارق دونك محليهم بالحق عندي برشا عليهم. اي بورتون راني مانيش من عشاقهم، مي توا كي كبرت وليت ناكلهم ما نعرفش كيفاش هذه تجي. حضر كل شيء. بعد ان شاء الله في السهريه ناكلوهم. وبعد ديجا صدقوني معناتها واحد راهو ديما يوفر كل شيء، وكي يجي يتعشى ما ينجمش حتى باش يكمل ياكل. معني حتى ساعات باش يعاود ياكل حويجه بعد شق الفطر ما ينجمش. اي بورتون يكون ماكليش معناتها كوم الفو. لهنا نقول لكم ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله كنت فتكم فكره ولا فيد بارا في الفيديو هذا الكل. ما تنسونيش بصالح الدعاء على خاطر بالحق هذاك اللي نكسبوه نهار اخر ونهزوه معانا. وشهر العباده كما نحضروا للماكله نحضروا للعباده، صلاتنا ما ننساوهاش. وان شاء الله يا ربي الدعاء كيف كيف. وربي يخليكم وربي يفضلكم وربي يحفظكم الناس الكل. نقول لكم ليلتكم زينه، شهيه طيبه وسلام.